ازاي تجيب فلوس وانت طالب؟ هقول لك طرق مضمونه ومتجربه. مكنه الايس كريم ميزته انه موسمي والطلب بيزداد عليه في الصيف، ولحسن الحظ ده وقت الاجازه الرسميه للطلاب فتقدر تعمله في اجازتك. رقم 2، بيع حسابات الالعاب الالكترونيه، خصوصا اللي بتتعدد فيها المراحل والتحديات. مع ازدياد ظهور الالعاب بدات تظهر عمليات بيع حسابات الالعاب الالكترونيه، فتقدر تبني عدد من الحسابات على الالعاب زي بابجي وكونكور وغيرها، وبعد فتره تبيعها باسعار مناسبه. بعد كده المشاركة في استطلاعات الرأي الإلكترونية زي موقع يوجوف وموقع مبروج وموقع جيت بيد 2، والموقع ده تحديدا بيتيح لك خدمات فودافون كاش وتقدر تسحب من عليه الأرباح. بعد كده خدمات التلخيص، الطلاب في المدارس والجامعات وطلاب الماجستير والباحثون كلهم بيحتاجوا إلى خدمات التلخيص بشكل مستمر. بعد كده تنظيم الرحلات، الموضوع ده مش محتاج منك وقت او مجهود كبير، انت محتاج توسع دايرة علاقاتك وتتعرف على اشخاص جدد والمشاركة في التجمعات والنوادي والحفلات، وهتقدر تروج للرحلات بسهولة. بعد كده تجميع وبيع الكراكيب، تقدر تتفق مع جيرانك واصدقائك انك تقوم بتجميع حاجتهم القديمه اللي مش محتاجينها وتخليهم يتخلصوا من الزحمه اللي عندهم، في مقابل انك بتعيد احياء تلك الحاجات بتنظيفها او اضافه الاجزاء الناقصه، وبعد كده تبيعها على النت، وممكن تدي لاصحابها نسبه صغيره من الارباح كعموله. بعد كده عمل تجهيزات الاكل، فرم الثوم والبصل وتفصيص البسله وقطف الملوخيه وتنظيف الفراخ اصبح بيحتاجها كتير قوي من ستات البيوت علشان يرتاحوا. تقدر تحضر شويه وتصورها وتعرضها على صفحه خاصه بيك على السوشيال ميديا. التسويق لمراكز التدريب، تقدر تتواصل معاهم وتعرض خدمة التسويق براتب ثابت أو عمولة على كل طالب يحجز دورة معاهم عن طريقك. ما تنساش لايك للفيديو ومتابعة الحساب والشير مع أصحابك.